هلا وشلونكم؟ اليوم الفيديو مالتنا مختلف. اليوم الفيديو مالتنا حلو. راح اسوي لكم بقلاوة، يعني لا كبة ولا مرقة ولا شوربات. عندي هنا هذا فستق كسرته وزبد ماية، وعندي هنا عجينة بقلاوة. عندي هنا جبت صينية الفرن، طبعا اذا تريدون قالب، بس انا صينية الفرن مالتي صغيرة فاستعملتها. راح نبلش هنا نفتح عجينة البقلاوة. شوفوا هي تكون عندنا بهذا الشكل. راح نفتح وحدة وحدة وندهنها بزبد ونخلي طبقات، بس اهم شي كل ما تخلون طبقة تدهنوها بزبد. عندي هنا هي تكون مربعات مثل ما تشوفون، واكو تجي بيها مكسرة. انتو المكسرة او شوية يعني متقطعة خلوها بهاي الطبقة الاولى، وبقوا مثلا 7 ورقات كاملة على جهة، هاي بعدين نخليها من فوق. فهسه انتم مثل ما تشوفون انا دا اخلي اوراق البقلاوة وادهنها بزبد، كل ورقة اخليها ادهنها بزبد. طبعا الزبد انا موعته على النار لان الجو بارد فميموع، بس مو من هو حار تستعملوه. شوفوا هنا قسمتها وراح ابلش اكمل وياكم. عندي هنا كملت الطبقة الاولى. راح اجيب الفستق، اي فستق بس المملح شوي يكون اطيب. يا دوب بس طحنته بالهاون، ما طحنته كلش يعني العفو، بس كسرته. راح اضيفه عليهم وشوية ارش عليه الزبد. طبعا هنا لازم زبد، ما يصير يعني زيت. وارجع هاي ال7 ورقات مال بقلاوة اللي قلت لكم كاملة، اللي تكون يعني ما مكسرة، راح اخليها من فوق حتى يكون عندنا الوجه متساوي. راح ارجع اضيف اوراق البقلاوة وهم ادهنها بزبد نفس الطريقة. طبعا هي تشوفون هيك بس والله هي سريعة، ويعني قبل ما تاخذ وقت. شوفوا راح ادهنها رش دهنة زبد بسيطة. واذا شوية الورقة شفتوها كبيرة طبقوها، واذا قالبكم اصغر من الورقة قصوا العجينة، قصوها بقص المطبخ على حسب حجم قالب مالتكم. واشتركوا بقناتي ويا ريت توصلوني 1000 مشترك، كل شي ما اريد منكم. وكتبوا لي تعليق حلو والله، وجربوها كلش طيبة، ويعني وما شاء الله خير من الله تصير. بالأخص هسه بالشتاء ندور شغلات حلوة. هنا شوفوا راح ارجع اكمل الطبقات. بعد ما كملتهم هنا راح ابلش اقصها. تقصوها حسب انتو شو تريدون مربعات كبيرة او صغيرة، يعني حسب الشكل اللي تحبوه. قصوها قبل تخلوها للفرن. ليش هسه انا قصيتها؟ لان راح اخلي فوقها الزبد الباقي حتى تتشبع يعني. شوي راح تحسون لما تقصوها شوي يعني قصتها متعبة وصعبة، بس عادي انتو ثبتوها بيدكم زين وما عليها شي. هسه شوفوا هنا بعد ما قصيتها راح الزبد البقع عندي راح اضيف اخليه فوقها. اوكي شوفوا شلون راح اصبه كليته فوقها، وارجع بالفرشة اوزعها على الباقي، يعني الوجه كله اريده مدهون بزبد. بعدين ادخلها بالفرن من جوا وارجع اشويها من فوق. وانا بهاي الاثناء حضرت الشيرة او القطر اللي هو قلاصين شكر وقلاص ونص مي ورش عصرة ليمون. رشة، لا هي رشة ولا هي عصرة، او لا مندوزي بكيفكم، او تخلوها الى ان تبرد، بس شوي خلوا الشيرة ثقيلة مو خفيفة. اوكي والله وكلش طيبة. شوفوا هنا هي مو كانت بالبداية مرفوعة، بعدين بس تخلوها الزبد راح تتجانس كلها وتصير طبقة واحدة. شوفوا هنا هذا شكلها اول ما طلعتها من الفرن. ضفت لها الشيرة اللي هي بحرارة الغرفة. هنا شوي ذني الاثنين احترقن بالنص، شوية نسيتها لان قلت لكم هي كلش سريعة، يعني قبل ما تاخذ وقت بالفرن لا تنسوها مثلي. شبعوها بالشيرة وخلوها شوية تنقع بالشيرة، والله وطعمها وريحتها كلش طيبة. وهذا شكلها وألف عافية. لو شلون يقولون سهمكم العافية. هنا طبعا اني طلعت قطعة من عندها لان ما تحملت الريحة مالتها الصراحة كلش طيبة. شوفوا هنا لان قطعتها بالبداية تصير شيلتها سهل.